عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. موضوع كتير مننا بيتعرض له، ايه هو فكرة ان انت يبقى عندك حلم معين والحلم ده انت دايما بتأجله عشان دايما تقعد تقول ايه، انا مستني الوقت المناسب عشان احققه فيه. تمام. ليه بنأجل احلامنا؟ عندنا دراسة من كندا تمام بتقول ان التسويف مش دايما بيبقى كسل، لكن في اوقات كتير بيكون ناتج من مشاعر سلبية زي الخوف او الشك في النفس او عدم اليقين ان احنا هننجح. يعني لما بتسيب حلمك على جنب ممكن يكون السبب مش انك مش عايز، لكن انك خايف انك تبدأ وتفشل في الحلم ده، فده بالتالي بيخليك ان انت تأجل مشاريع كتيرة وخطط بتبقى متحمس لها بس مستني الوقت المناسب. وعمر ما الوقت المناسب ده بيجي من غير ما تاخد خطوة، ومش عايز اقول بتفشل، نقول ممكن ان انت ما بتنجحش النجاح اللي انت متوقعه او اللي انت نفسك فيه، فبالتالي بتبتدي تتعلم منه، ومن هنا بيبتدي النجاح. يعني خطوات النجاح بتبتدي دايما بايه؟ بشوية مشاكل في الاول وشوية كعبلة كده. انت الموضوع لو ماشي من الاول من غير مشاكل، الموضوع ده ما اعتقدش ان هو هيبقى نفسه طويل. عشان كده بحس ان كلمة انا مستني الوقت المناسب دي مجرد شماعة بعلق عليها كده خوفي من الفشل وعدم ثقتي في نفسي وشكلي ايه قدام الناس، طب وهقول ايه، طب وظروفي، طب والمجتمع، طب والمش عارفه ايه. كتير 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 كنا بنسمع من ناس لما نقعد نتكلم كده اللي هو انت لو ما كنتش بتعمل مثلا كده دلوقتي كان زمانك بتعمل ايه. يفتكر بقى يبتدي يسترجع الحلم اللي من وهو صغير نفسه يحققه، يقول يا لو ما كانش دي ظروفي، ويا لا كان زماني عمل، طب ما عملتش ليه؟ لا ما هو علشان اصل تلاقي بقى شماعات بقى بتطلع بقى، لا اصل الظروف ما كانتش مناسبه، لا اصل انا عندي في اولويات اهم بكتير، لا اصل ما ينفعش اعمل كده. يعني حاجات كتير قوي، حاجات كتير جدا، وكلنا عندنا حلم مدفون كده جوانا، واوقات كتير قوي ما بنحبش نتكلم فيه مع حد من كتر ما انت مش عايز تواجه بيه نفسك اصلا، وعارف ان انت ظلمت نفسك، وعارف ان انت ضيعت فرص كتيره جدا، عارف كل الكلام ده. بتقرر ان انت تسيبه لنفسك وتقفل عليه كده وشكرا. لحد ما ممكن تكون الحمد لله محظوظ وفجأة تاخد القرار، لان هو بيبقى قرار، مفيش حاجة اسمها اصل وقت مناسب، اصل مش عارفة ايه. زي يوسف كان بيقول انت عشان تنجح في حاجة انت لازم تفشل، ولازم تجرب، ولازم تتعلم، ولازم تبدأ وانت مش جاهز. خلاص بقى انا هبدأ دلوقتي واشوف بقى الدنيا عايزة مني ايه، انا عشان اوصل للحاجة دي المفروض اعمل ايه، وجرب هنا وجرب هنا، واكتشف ان التجربة دي صح، اللي انا عملتها قبل كده كانت غلط. عمرك ما هتتعلم غير لما تاخد الخطوة. في شمعة تانية برضو للتأجيل، تأجيل الأحلام بالذات، اللي هو أصل أنا مش فاضي دلوقتي، أنا محتاج بس لما أفضى. ما عنديش مشكلة في الأول، ممكن ما تبقاش شماعة وكل واحد فينا مشغول فعلا، والواحد بيبقى عنده أحلام، والأحلام دي بتحصل. أنت عايز مثلا تفتح بيزنس معين، عايز تبتدي صناعة محتوى بشكل ما يعني، وبتقول أنا محتاج وقت فعلا، والحاجات دي بتبقى محتاجة شوية تفرغ فعلا. أنا متفق معاك، أنت اللي بتعمل الوقت برضه. لسه كنت اقول لك بقى، لو هي فعلا الحاجه في بالك على طول وفعلا عايزه تنفذيها، فكره انا معاك ان انت ممكن تكوني مشغوله، بس في الاول في الاخر هتبتدي تعيدي ترتيب اولوياتك. صح. انت عندك اولويات كتير، عندك البيت والشغل والحاجات الاساسيه اللي موجوده في حياتك. دي لو حاجه اساسيه هتدخليها في وسط البرنامج بتاعك اليومي، ان انت هتخصصي لها وقت معين، حتى لو في الاول مش هتديها وقتك كله، بس في الاول على الاقل هتعرفي تخصصي لها وقت تقدري تعملي فيه دراساتك، تقدري تنزلي تشوفي مثلا لو انت هتعملي براند لبس مثلا، تنزلي تشوفي مصانع، تنزلي تشوفي قماش، تنزلي تشوفي حاجات معينه. ده شغل في حد ذاته. انت بتبتدي بقى اللي هو تظبيط الشغل، علشان ابدا بتعرف بقى على السوق ده عامل ازاي، المفروض اعمل ايه، ببتدي اسال حواليا لو في ناس بادئين نفس المشروع ده مطلوب مني ان انا اعمل ايه. تبتدي بقى ان انت ترسم لنفسك خطه، طب ازاي اتميز بالمنتج بتاعي لو نفس المنتج ده موجود في كذا حتة. لو عايز تعمل حاجة هتعملها، طبيعي ان انت هتعملها. وكلنا بنقول كلنا بمعنى كلنا مأجلين ايا كان الحلم ده ايه، سواء هو شغل، سواء هو هواية نفسك انك تبدأها، سواء اسلوب حياة اصلا عايز تعمله، حاجات كتيرة جدا. كلنا عندنا حلم كده قافلين عليه ومأجلينه للوقت المناسب
زي ما احنا بنصبر نفسنا بالكلمة دي ونقول عليه الوقت المناسب. معظمنا بيعمل القصة دي في حاجات كتير، مش بس مشاريع ومش بس أحلام، مش بس حاجات ليها علاقة بالشغل. في ناس حاجات ليها علاقة بالدايت، بالجيم، كل شوية بتقعد تأجل، ولكن في حاجة معينة بتعدي على بالك بتقول لا، هو أنا من النهاردة أنا محتاج أبتدي الحلم اللي أنا نفسي أبتديه، أخد خطوات بقى فعلية، ما اقعدش بقى احلم في دماغي واتخيل واتوقع واهدم احلامي. اوقات لما بتقعد تهدم احلامك في دماغك ده بيريح نفسيا، اللي هو لا، المشكله مش فيا، المشكله في الظروف اللي هتواجهني بعد كده، لما مش عارفه ايه الصعوبات والتحديات اللي هو محتاجين حد يقول لنا لا صح، انت عندك حق، انت ما ينفعش تعمل كده دلوقتي، او عقلنا هو اللي بيقول لنا ده، علشان بس ايه نهدى ونبطل ان احنا نلوم نفسنا ان احنا بنأجل احلامنا اللي نفسنا ان احنا نعملها. ما اصل الظروف مش سامحه، ما اصل انا مش جاهز دلوقتي، انا محتاج ان انا اجهز. طب هل انت بتعمل حاجه علشان توصل لمرحله ان انت تكون جاهز؟ طبعا. ايه؟ بفكر بفكر نفسي كل يوم بالحلم ده وقرفني يعني في ناس بجد بتبقى قاعده اللي هو مش عارفه تعيش من كتر ما في فكره كده عماله تزن على دماغهم، من كتر ما الموضوع ده نفسهم يحققوه، خلاص ولا عارفين يركزوا في شغلهم ولا في حياتهم ولا اي حاجه، اللي هو عايزين يحققوا الحلم ده. طيب خلينا نلوك على شويه حلول نفسيه لمواجهه التسويف عامه. تمام، لان هي مشكله عامه، والخبراء النفسيين بيقولوا ان اصعب جزء في التعامل مع التسويف هو مجرد خطوه البدايه، انك تقرر تقعد وتبدا تذاكر او تبدا تكتب التقرير او تبدا تصلح حاجه بايظه عندك في البيت. عشان كده الخبراء بينصحوك انك تقسم المهمه الكبيره المزعجه بالنسبه لك لاجزاء صغيره سهله، عشان خاطر تبتدي تحس بان انت بتنجز فيها، فبالتالي تتشجع ان انت تكملها وتبتدي فيها بشكل فعلي. تمام، لان ده هيخلي حماسك انك يبتدي يزيد. هنقول لك على شويه خطوات بقى ممكن تساعدكم تنتصروا على وحش التسويف. اولا، انك تحدد هدف واحد عايز تحققه خلال اليوم، شرط يكون هدف واقعي مش خارق. على سبيل المثال مثلا انك تروق اوضتك، مش تروق البيت كله، تبتدي بالأوضة. فاهمين الفكرة؟ البيت كله مرة واحدة. يعني بنحاول نسهلها، اللي هو الواحد لما بيقعد يفكر في مشكلة عنده بتبقى كبيرة ومتشعبة وفيها مليون حاجة، يبتدي يقسم الحاجات الصعبة اللي انت من وجهة نظرك شايفها صعبة، قسمها لحاجات صغيرة، وكل يوم ابتدي اشتغل على حاجة منهم. فجأة هتلاقي ان انت المشكلة بتتحل، فجأة 50% من المشكلة اتحلت، 60%، 70%، بدل ما بتبقى الموضوع كبير ومش شايف له أول من آخر وانت يعني عايم في بحر التحديات. قسم الموضوع وهتلاقي الدنيا سهلة جدا. تاني حاجة بتقولك ما تبدأش في أي مهمة أو شغل جديد قبل ما تخلص المهمة اللي في إيدك. التشتيت أو فتح كذا مشروع في نفس الوقت ممكن ما يخلكش تخلص أي واحد فيهم خالص. صح. ما تلهيش نفسك بحاجة زيادة، خليك مركز في الحاجة اللي انت بتعملها. محتاج ان انت وقت ما تقرر انك تبتدي فورا، وما تقولش هبقى اذاكر بالليل او هروح الجيم من بداية الشهر اللي جاي او هبتدي دايت من يوم يعني مع اول الاسبوع. لا، لو انت قررت ان انت تاخد او يعني تاخد قرار معين ان انت تبتدي تفعله، ابتدي من دلوقتي. مش لازم تقول انا هبتدي دايت بعد الصيف، انا هبتدي مش عارف ايه بعد ما كذا يخلص. يعني لو قررت حاجة ابتديها فورا، عشان خاطر كده الواحد عامة لما بيجي ياخد قرار على حاجة ويجي يبتدي فيها بيبقى في مرحلة التليين في الاول. بالظبط كده. خليها مرحلة تليين، حتى لو المرحلة دي طولت معاك ما فيش وقت محدد، محدش حاطط لك وقت محدد ولا ديدلاين ان انت تعمل حاجة. اوقات كتير بيبقى الواحد عنده فكرة لو انا عايزة ابتدي اتمرن، طب انا هستنى اول الاسبوع، عدى يوم الحد ما عملتش حاجة، طب انا استنى الاسبوع اللي جاي. هو الحد فرق في ايه عن الاثنين عن الثلاث؟ فرقش اي حاجة غير ان انت مخك موقفك وحاطط لك بس كده صعوبات عشان دي تريحك، اللي هو لا خلاص انا كده مش بكسل، انا بس مستني بداية الاسبوع اللي جاي. يعني يوم الحد هو اللي هيظبط الدنيا كلها. شفنا شباب كتير، والشباب الصغير عامه شاطر قوي في الموضوع ده. شباب الجينزي او الجينزي شباب الجينزي يعني لا دماغهم بيزنس عامه، يعني هم
طلعوا على فكره بقى المعارض اللي بتتعمل في الاماكن وفي المولات والحاجات دي كلها. بروح الصراحه بتردد على لا الفعاليات دي كلها. تلاقيهم هايلين. ان هم كلهم عاملين الدراسات بتاعتهم وعارفين بدل المصنع 3 ويقول لك انا اتخانقت مع المصنع ده فرحت للمصنع ده الكواليتي بتاعته ما كانتش حلوه فرحت المصنع 3. فالخبره دي قدروا يجمعوها كمان من سن صغير بالظبط. ومحدش بدأ كده، محدش بدأ فيهم عارف المصنع الكويس من الوحش، من الماتيريال الحلوه من الوحشه، من خالص دخلوا وهبلوا في الاول وخسروا. هبلوا وخسروا يعني طبيعي ان انت لازم علشان يبقى عندك خبرة لازم تفشل. بلاش فشل، لازم الخطة اللي انت عاملها في الاول يبقى فيها شوية مشاكل، حاجة تمشي حاجة تقع. الحاجة اللي بتقع دي بتعلمك حاجة، بتديك خبرة عن حد لسه ما بدأش اصلا الموضوع وما فكرش ان هو ياخد خطوة فيه. لان اوقات كتير يا يوسف شباب صغير بيتفرج على الناس دي والبراندز اللي شغالة وناجحة وبيقعد يقول طب انا مش هبقى زيهم، انا ما اقدرش ابقى زيهم، هم عندهم حد لا، في ناس ما كانش عندهم حد يساعدهم، هم بدأوا بنفسهم وسألوا هنا وراحوا هنا وعملوا حاجات كتير. فاللي هو الواحد كل ما بتعمل مجهود ربنا ما بيضيعش مجهودك ده في اللا شيء. على فكرة معظم المحلات اللي بنشوفها وبتبقى مكسرة الدنيا عامة في مصر في منها بيبقى كتير قوي موجود منها بره، وهو انا بشوف ان ده حد يقولك ده سرق الفكرة من بره، هو ما سرقش فيها، هو اشطر منك في حتة ان هو خد الفكرة اللي جايبة مع الناس بره وقدر ان هو يطبقها بالظبط. يعني مبقى ايا كان مأجل بقى مش مأجل، بتبتدي مشروع بتاع فكرة التنظير. بس اول ما انت تخش في مرحلة التنظير اعرف ان انت كده في دي بداية سكة الفشل بالظبط كده. ان انت بتنظر على حد حواليك ابتدى مشروع وما نجحش للاخر وابتديت انت تترقى، اعرف ان ده فشل. حد عمل مشروع ونجح وانت شايف ان الفكره دي مسروقه من بره، دي مسروقه، دي مش عارف يعني ايه، ده جايب صحابه هم اللي طب انت استفدت ايه؟ على الاقل هو عمل كده، هو نجح ان هو يقلد الموضوع اللي بره. ما انا ما بتكلمش على سيره الافكار دي حاجه، دي كارثه وجريمه وكل حاجه، لكن انا بتكلم على فكره ان هو خد الالهام بتاعه من مشروع بره وجي طبقه هنا، وقال يعني اسم البراند مختلف عن البراند اللي موجوده بره، بس قال ان هو لقى الموضوع ده بره ولقى ان هو هيمشي جدا جدا في مصر، فليه لا؟ ودي شطاره ان انت تعرف تقلد حاجه بنفس مقاييس الجودة بنفس حاجات كتير، دي شطارة. يعني لما نقعد ننظر على الراجل اللي اجتهد وفكر واشتغل وتعب، مش بنقول نسرق افكار، بنقول ان احنا بس يتم لما يحصل عملية الهام وانت تشوف فكرة بره وتيجي انت تطبقها عامة. ومعظم المحلات اللي بتفتح اللي هي اللوكال براندز او البراندات المصرية اللي بتفتح عامة في منهم كتير جدا بيبقوا الافكار دي موجودة بره. ايوه عادي. يعني لو كان ينفع اقول اسامي علامات تجاريه كنت اقول، بس هو يعني في حاجات للحلويات، في حاجات للبرجرز، للبيتزا، الحاجات دي كلها بتبقى افكار موجوده بره وبتتعمل وبيجوا يطبقوا نفس الحاجه هنا، ولكن بقى بشكل مصري عامه برضو، عشان انت لازم تواكب السوق اللي انت بتكلمه. الفليفر المصري كده، او يعني اللي هو بتبقى تديها حته تمصرها كده شويه بتبقى لذ بكتير عشان الناس تقدر تتقبلها. يعني اوقات بجد الواحد بيبقى مضطر يشتغل لوحده خالص على حلمه علشان عارف ان اللي حواليه هم اللي بيكسروا مقاديفه. عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام